الجميع الالتزام بالأماكن لنبدأ احتفالنا. نرحب بداية بجميع ضيوفنا الكرام من ممثلي مؤسسات الإدارة الذاتية والأحزاب السياسية والمنظمات المدنية وجميع من يشاركنا اليوم في احتفالنا هذا، إذ نتوجه إلى جميع أبناء شعبنا السرياني الآشوري الكلداني وجميع المكونات الأخرى بأحر التهاني والتبريكات بعيد الأكيتو، عيد رأس السنة الجديدة، والتي نريدها حاملة معها ربيع الحرية للشعوب المنطقة ويعم السلام والخير للجميع ولوطننا بالخلاص والتقدم. في عيد الأكيتو والذي ينبثق منه عبق التاريخ وأصالة الحضارات التي عاشت على أرض بث نهرين ميسوبوتاميا وتوارثت هذا الإرث الإنساني العريق، نجتمع اليوم سويا لنؤكد بأننا ما زلنا هنا موجودين، ومعاناة الماضي بكل فصول الاضطهاد والمجازر لم تستطع محونا من الحاضر والمستقبل. إن معاني هذا العيد في التجدد والانبعاث للطبيعة أردناه دائما أن يكون على شعبنا لينهض من جديد وبعمل ويناضل ويبني مستقبله الذي يريد. بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وبهذه المناسبة التاريخية رأس السنة البابلية الآشورية عيد الأكيتو، عيد الانبعاث والتجديد، نبارك ونهنئها لجميع شعوب العالم وخاصة الشعب السورياني الآشوري الكلداني، آملين أن يكون هذا العام وهذا العيد بداية لنهاية الحروب والعنف والدمار، وبداية لترسيخ السلام والعدالة والأمان في المنطقة. لمنطقة الشرق الأوسط، منطقة ميسوبوتاميا، بلاد ما بين النهرين نهر دجلة والفرات، كردستان، هذه المنطقة التي لها تاريخ عميق وعريق، فهي كانت أم الحضارات، كانت المنبع الأم لجميع الثقافات والعلوم والأديان، وهي المهد التي احتضنت جميع الشعوب بكافة أطيافها، من السومريين إلى الأكاديين إلى البابليين والآشوريين والميديين والميتانيين والهوريين والفرس والكثير من الشعوب التي عاشت معا. وسبب هذه الوحدة بين الشعوب والموزايك التي كانت موجودة كانت طليعية وكانت قدوة وكانت متطورة ومتقدمة. وما الأعياد التي نحتفل بها من نوروز إلى أكيتو، ومن أكيتو إلى تشارشما صور، والكثير من أعياد الشعوب، إلا خير دليل على أن الشعوب كانت تشارك بعضها في أفراحها وفي أتراحها، في أعيادها وفي شعائرها.
لكن الأنظمة السلطوية المهيمنة والسادة ممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، الحضور الكريم، يسعدني باسم قيادة المنظمة الآثورية الديمقراطية أن أرحب بممثلي الأحزاب والقوى الوطنية وممثلي إخوتنا من العرب والكرد وبممثلي أحزابنا ومؤسساتنا المدنية والدينية، وأن أرحب بكم جميعا فردا فردا. ثم أتوجه إليكم باسم قيادة المنظمة الآثورية الديمقراطية وباسم لجنة التنسيق والتشاور لأحزابنا القومية في سوريا، وإلى جميع أبناء شعبنا الكلداني السرياني الآشوري في الوطن والمهجر، وإلى جميع السوريين بأجمل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد رأس السنة البابلية الآشورية لكيتو، وأقول للجميع أكيتو بريخو أكيتو بريخا. منذ آلاف السنين احتفل شعبنا الكلداني السرياني الآشوري بعيد رأس السنة البابلية الآشورية على كيتو في الأول من نيسان في سومر وأكات وبابل وآشور. Oh